يوسف مؤلف وكمان بيشتغل في وظيفة كويسة. قرر إنه يسيبها عشان يتفرغ للتمثيل. ما هو ثري ودخله كبير ومش محتاج الدخل اللي بيجيله بيه للوظيفة. ولما راح لمراته وقال لها إنه قرر يسيب الوظيفة رحبت وقالت له براحتك، اللي تشوفه يريحك احنا معاه. وقال لها احنا كمان هنسيب البيت دوت، وانا اخدت بيت كبير في منطقة هادية هنقدر فيها نعيش وبحوالينا ناس قليلة، وانا هبقى عندي امكانية ان انا التقليد بتاعي يبقى اسهل واسرع وانشر اسرع من كده. رحبت الزوجة وراحت معاه اول يوم للبيت الجديد، بيت فيلا واللي حواليه هادي جدا. الست ما شافتش اقرب فيلا ليها غير بعيدة، برضه بعيدة عنها. اتفاجئت بالمكان ده بس ما قدرتش تتكلم، وقال لها طالما احنا مع بعض هنبقى سعداء. وفعلا بدأوا حياتهم وهم في قمة السعادة، بس ما كانوش يعرفوا ايه اللي هيجرى لهم في المكان ده. بناته الاتنين اتعرفوا على البنت بنت جارتهم اللي من دورهم واللي كانت بتيجي عندهم تلعب معاهم، وعرفوا منها ان مامتهم مطلقة وان باباها بيجي من وقت للتاني ياخدها يفسحها ويجيب لها طلبات اللي هي عايزاها. مرات المؤلف فكرت انها تتعرف على ام البنت، وهو ما فيش حد حواليهم غيرها، وهي كمان لوحدها ومحتاج حد يونسها. وراحت اتعرفت عليها وعرفت مشاكلها وعرفت قد ايه ان طليقها عامل معاها مشاكل، وانه دايما بيتهمها ان هو خطفت منه بنته وسرقت فلوسه وسرقت حضانة البنت وسرقت بيته، وان هو رفع عليها قضية عشان ياخد منها حضانة البنت، وعشان كده هياخد بعد كده البيت وياخد الفلوس اللي بيبعتها للبنت. طليق جارتهم خسر قضية الحضانة، وكده اتأكد ان هو مش هيقدر ياخد الا البنت ولا ياخد البيت اللي عايشة فيه طليقته. في يوم اتفق مع قاتل على انه يخش بيت طليقته ويقتلها، وبكده البنت مش هيكون لها حد غيره ويقدر يستردها ويسترد البيت اللي هي عايشه فيه. يوم التنفيذ القاتل خد مسدسه وراح يقتل الست اللي متفق على قتلها، بس الحظ خلاه دخل بيت المؤلف وشاف واحده ماشيه في الصاله راح قتلها. وهنا المؤلف سمع الصوت ونزل يجري على السلم، شاف القاتل وعرف ان هو دخل مكان غلط، وحصلت بينه وبين المؤلف معركه، خرجت رصاص من المسدس قتل البنات الاتنين. الزوجة كانت لسه فيها الروح ولقت المسدس مسكته وكانت تضرب القاتل، ولكن الرصاصة جت في جوزها. انصاب الزوج والأم والزوجة توفت وهرب القاتل. الشرطة اتهمت الأب إن هو قتل زوجته قتل بناته، والإصابة دي جات له لما زوجته حبت تدافع عن البنات ضربته، بس كان بنتين توفوا. وهنا الأب اتقبض عليه وحصل له حالة هلوسة وجنان لما افتكر ان بناته انقتلوا ومراته راحت منه، والقاتل كمان هرب وهو كمان اللي اتحط في التهمة. ومن هنا دخل مستشفى المجانين. قعد يوسف في المستشفى 5 سنين، كانوا بيعالجوه بس ما لقوش أدلة كافية على إدانته. بعد ما خلص علاجه اللي كان طول المدة بيقول لهم أنا ما قتلتش وخرجوني أجيب اللي قتل مراتي وبناتي. بعد ما خلص مدة العلاج خرج من المستشفى، وأول حاجة عملها راح على المنطقة وعلى بيته، لقى طبعا خرابة ما حدش دخله من ساعة الجريمة. فكر يزور جارته وما خبط عليها شافته اتعرفت عليه، كانت متأثرة جدا لأنها افتكرت مراته واللي جرالها. فقال لها أنا عايز أعرف انت ليه كنت بتزوروني في المستشفى؟ قالت له أنا يمكن أصدق أبدا انت تقتل مراتك وبناتك، أنا شفتك بعيني وشفت قد إيه أنت بتحب أسرتك، واللي زيك يمكن يأذي لا مراته ولا بناته. سابها ورجع على بيته وفضل يبص على كل ركن وافتكر مراته وبناته واللي حصل كله، وفضل محتار مين اللي عمل كده فينا. لقى جارته جاياله بتخبط عليه بتقول له جودك في البيت ده خطر عليك، لأن في حد غريب دخل بيتكو وقتل مراتك وبناتك وممكن يظهر في أي وقت. في اللحظة ديت دخل عليهم طليقها وكان معاه القاتل اللي كان مأجره قبل كده، وقال له كمل شغلك اللي انت ما كملتوش قبل كده. وهنا رفع المسدس وضرب طليقته بالنار، وراح الراجل جه يوجه المسدس ناحية يوسف، الطلقة راحت على ميكروويف، البيت انفجر ويوسف طار من البيت وربنا نجاه في اللحظة ديت. البيت انحرق بالراجل والقاتل، وكان معاها الست اللي هي قتلت أصلا بالرصاص. يعني طليقها كان عايز البيت وطمعان إن هو ياخد منها حضانة البنت، ونتيجة عمايله دي كلها ضاعت منه كل حاجة.